كتير قوي اتكلمنا عن رسم الوش، ان رسم الوش احنا علشان ايه؟ يعني نبسط الدنيا على نفسنا، ان احنا بنرسم اي شكل هندسي وليكن مربع او دايرة او مثلا مثلث. وقلنا ان احنا بعد ما بنرسم الشكل الهندسي اللي هو الشكل الوش من بره، يعني علشان احط الملامح اللي انا عاوز ارسمها احطها بشكل مظبوط او ارسمها بشكل مظبوط في مكانها الصح. مش لازم ترسم كل حاجه ازاي، مش لازم ترسم العينين ازاي او المناخير ازاي او كده، لا انت ايه، مهم جدا يبقوا في مكانهم المظبوط. قلنا ان بنعمل خط بالعرض وخط بالطول، يعني زي علامه زائد كده في نص الشكل علشان ترسم هنا العين، وفي النص المناخير، والبق تحت المناخير بترسمها بقى بأي كيفية. وطبعا بقى في آلاف الطرق لرسم العينين والمناخير، وحسب شكل المناخير، هل هي مرفوعة، هل هي تخينة، هل هي رفيعة، الكلام ده كله. يعني الودان بترسمها فين؟ بترسمها في نفس الخط اللي بالعرض اللي عليه العينين ده. برسم نص دايرة هنا ونص دايرة هنا، يبقى هنا ده ودن وده ودن في نفس المكان، يبقى مكانها المظبوط كده. بعد كده بقى بترسم الشعر، يعني انت بقى بترسمه حسب بقى تسريحة الشعر والكلام الجميل ده كله. الخط اللي بالعرض ده ممكن اخليه لفوق شويه، مش لازم يكون في النص. وزي ما قلنا قبل كده ان احنا في الكاريكاتير مش بنبقى يعني مش مقيدين بنسب ومقاييس ونسبه العين للعين قد ايه، والمناخير بالنسبه للمش عارف ايه قد ايه، والحاجات دي. فبنرسم بحريتنا خالص زي ما احنا بنرسم كده. بس ايه، مهم بس ان انت ترسم الملامح في مكانها المظبوط. الخط اللي بالعرض برسم عليه ادي ودن وادي ودن، وبترسم بقى الشعر حسب بقى الايه، الشعر اللي انت بترسمه حسب بقى تسريحة الراجل اللي انت بترسمه او كده. وكذلك الايه، المثلث. اهم حاجه بتبقى عارف الملامح بتترسم فين بالظبط. انا رسمت الملامح باي شكل او باي وضعيه، المهم ان هو في علامه الزائد دي بتظبط لي الدنيا. طيب الخط اللي بالطول بيقسم لي الوش اليمين يبقى زي الشمال بالظبط. طبعا الكلام ده قلناه قبل كده كتير جدا، لكن انا عاوز ايه، يعني بمهد كده ان احنا هنتكلم في حاجه معينه خاصه بالخط اللي بالعرض. تعالى نرسم مثلا ادي دايره، وهخلي الشخص ده يبص للناحية دي كده شوية، مش كتير. تمام، مثلا ده بيضاوي، مثلا ده مربع او مستطيل، اي حاجة. لو باصص للناحية دي شوية، باخد الخط اللي بالطول ده بايه، للاتجاه. وبحاول طبعا ان انا اخليه ماشي بشكل دائري كده، يبقى ماشي ايه، بحيث ان ده يبقى كورة في النهاية يعني. وادي الخط اللي بالعرض. الخط اللي بالطول لما اتحرك معايا شوية كده، اخد العينين معاه، والمناخير اللي هي في النص برضو معاه، والبق معاه. الودان ما بقتش ايه برسمها بره زي ما انا كنت برسمها في حالة ان الوش ده باصص لي، لا هو باصص للجنب شوية، فالكورة اللي هي الوش ده اتحرك لجوه شوية، فالودان اتحركت معاه. تمام. وبعد كده بقى بترسم الشعر بالطريقة اللي انت عاوزها، دي بمنتهى البساطة. طيب ده الراجل ده باصص له الناحية دي برضو شوية كده، وادي الخط اللي بالعرض برسم عليه العينين. ممكن نن العين كمان يخدم مع الاتجاه النظر، يعني ممكن نن العين برضو رايح الاتجاه ده، او بيبقى عكس الاتجاه، مش مشكلة يعني. بنن العين زي ما احنا في الطبيعي، ممكن ابقى انا راسي متجهة الناحية دي، ونن عينيا رايح الناحية دي. وادي العينين وادي ايه. ويلا خلينا طالما عملنا شكل كمان يخلينا ايه، يعني ايه، تعالى نطبق كده حركة نين العين. ادي نين العين متجهة ايه، اتجاه عكس اتجاه الراس، فيديك كده ايه احساس ان الراجل ده باصص الناحيه دي، بس هو بيفكر في حاجه الناحيه دي. المهم يعني حسب الفكره اللي انت بترسمها. يعني لما بنيجي نرسم الاتجاهات الوش يمين او شمال، الخط اللي بالطول ده هو اللي بيتحرك. لو الشخص ده بيبص يمين قوي او شمال قوي، هيبقى الخط اللي بالطول ده هيجي على الطرف خالص، وهنرسم بقى ايه الاتجاهات. وممكن تراجع فيديو اتجاهات الوش اللي احنا اتكلمنا فيه كتير عن الموضوع ده. نرسم بقى الوش بيبص فوق او تحت. اللي بيتحرك معايا هو الخط اللي بالعرض. الخط اللي بالعرض، يعني لو انا رسمت ادي شكل مثلا دايره او بيضاوي او ايا كان، ادي الخط اللي بالطول عادي زي ما هو قاسم الوش، اليمين يبقى زي الشمال، يعني في عين هنا وعين هنا، ودان هنا ودن هنا ودن هنا، المناخير في النص وكل ده. طيب انا عاوز الشخص ده باصص لفوق، فالخط اللي بالعرض ده هطلعه لفوق. هطلعه لفوق علشان انا عاوز الشخص بيبص لفوق، لان انا ممكن اطلعه لفوق ويبقى الملامح كلها فوق زي الشخصيه دي. لما قلنا الخط اللي بالعرض هنطلعه لفوق، لكن ده هنطلعه لفوق بشكل ايه، الدائري ده، علشان احسسني ان هو باصص لفوق. فعلشان احس كمان ان هو باصص لفوق، بوظف كمان نن العين معاه، يعني ادي عين وادي عين،
وادي النن العين بخليها متشعلقه لفوق كده. المناخير بقى بتبان من تحت، فبيبان تفاصيل المناخير من تحت اكتر. لو مثلا لو انا رسمت شكل بيضاوي كده، فتحتين المناخير هنا مش واضحين، لان في ناس بتبقى مش باين منها فتحتين المناخير لان بشكل افقي كده، لكن دي بقى خلاص هو باصص فوق، ففتحتين المناخير لازم يكونوا واضحين عشان يديني احساس كمان ان الشخص ده باصص لفوق. والبق كمان لازم يكون لفوق. ممكن لو بتعمل بقى عظمة الدقن دي اللي هي تحسسك ان الوش ده مرفوع لفوق، ولو انا عملت كده وادي الودان طبعا في نفس محاذاة العينين، هي مش جنبها بالظبط ولكن الخط اللي بالعرض هنا ماشي زي عامل زي قوس كده، لانه ماشي على كورة، والوش ده احنا قلنا ان هو كورة. تمام. وادي الشعر. يبقى انا كده رسمت شخص، ممكن بقى الحواجب كمان، باصص لفوق. طيب الشخص التاني باصص لتحت، هيبقى برضه الخط اللي بالعرض ده هيبقى لتحت، وادي الخط اللي بالطول، يعني علامة الزائد بقت بالشكل ده كده، بقى الخط اللي بالعرض ده تحت. طيب الخط اللي بالعرض ده تحت برضه هعمل برضه العين بتبص لتحت، خليها تبص لتحت، وهيبان بقى ان الحواجب مغطية على العين شوية. طبعا هنا مساحة من راسه بانت اكتر، هنا مساحة من دقنه بانت اكتر، فالشعر هنا هيبقى اكتر. المناخير هنا بقى مش هيبان خالص الفتحتين المناخير، لان المناخير انا شايفها من فوق، شايفها من فوق كده. وادي البق برضو تحت المناخير بنفس الشكل. ممكن حتى المناخير تيجي على البق كده عادي مفيش مشاكل. الودان بنفس محاذاة العين، نفس محاذاة العين، يعني ماشية في نفس الخط بتاعها، لكن مش جنبها. مش لازم طالما انا بقول لك جنبها يبقى جنبها، لان الوش بيبقى كورة، مش يعني مكور مش مسطح. وبرسم بقى الشعر بيبان بقى اكتر في الجزئية اللي زي دي، لان هو باصص لتحت. حلو كده. دي الفكرة بمنتهى البساطة بالنسبة للخط اللي بالعرض بنعمل بيه طيب انا ممكن اعمل لعبة حلوة قوي، ان انا ممكن ادي الوش، ارفع بس كده البتاع، وهميل الخط اللي بالطول هخليه كده، والخط اللي بالعرض اخليه كده مثلا. انا بلعب بقى براحتي بقى، اقعد اجرب بقى الحاجات المختلفة دي. يعني ده ممكن اخليه واحد باصص لفوق بالجنب كده شوية، ادي العين على الخط اللي بالعرض، وانت مغمض كده ترسم الخط اللي بالعرض ده عليه العينين وجنبهم الودان. وخليه مثلا ان العين يبقى باصص كده في الاتجاه مثلا ده في اللي فوق كده شويه. وادي المناخير، وفي فتحتين المناخير هم في النص بالظبط، ولكن لما يكون ده باصص لي بالجنب شويه بقى ابين برضو ان المناخير مايله، ما تبقاش زيها زي دي. تمام. الحاجات دي يعني ممكن تبقى مش وقتها دلوقتي، لكن برضو يعني طالما هي جت في ايدينا، يعني محدش اصلا ضامن هنتقابل تاني ولا ايه الظروف. وادي البق تحت المناخير، وادي الودن، وادي الشعر. تمام. الموضوع هي بص الفكره واحنا بنشرحها كده هي بسيطه جدا، لكن عايزه تمرين. ناس كتير بتتكلم في انك انت لما بنرسم وراك مش بيطلع بنفس النتيجه. اتكرر جدا الكومنت ده على فكره. عاوز اقول لك ان احنا مش بنقلد، انت مش دورك ان انت تقلد الرسم اللي احنا بنعمله دلوقتي، انت دورك بس ان انت تعرف الفكره، وبعد كده تنفذ انت بقى براحتك.